السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله لكم ولعائلاتكم ولوليداتكم ان شاء الله يا ربي. اليوم مع فيديو جديد اللي غادي يكون خاص بفيديو ديال عاشوراء. هنا كنت بديت معكم الفيديو او فتحت معكم الفيديو في الصباح. اول حاجه بغيت نديرها هي الكيكه اللي بغيت، يعني تشهيت هذا الكيك اليومي بغيت نقدمه معكم. هنا كنت ضفت 4 ديال البيضات، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت مملوء يعني بقياس كاس عنبه. هنا غادي نضيف 5 المعالق ديال الماء باش الكيك ديالكم كيجي مفشفش وزوين، زعما كيجي هش وبنين. بالنسبه للماء كيعطي اضافه زوينه للكيك اليومي، فعوض اللي غادي ديروا الخل غادي تضيفوا 5 المعالق ديال الماء كبارين. كيجي بالنسبه للكيك كيجي هشيش وبنين وكيساعد على انه يزيد ينتفخ وكيجي يعني مفشفش وزوين. من بعد هنايا ما ضفت 5 المعالق ديال الماء، ضفت كذلك 3 الخمارات من وزن 8 غرام، وكذلك ضفت النكهه ديال السيترون. هادشي غير كاضافه اللي بغى يديرها هي هذيك، ما بغيتوش ديروا النكهه ديال السيترو ديروا سكر فاني. من بعد هنا كنضيف 2 كؤوس وربع ديال الدقيق. واخر حاجه غادي نضيف هنايا ربع كوب من يعني مخلط ما بين المشماش والزبيب، يعني كنضيفوه هو التالي كاع. من بعد هنا كنديروا الكيك ديالنا في المول وغادي نطيبوه على درجه الحراره ديال 180 درجه. من بعد ما دخلت الكيك ديالي يطيب، هنا غادي ندوز باش غادي نقاد داكشي ديال المكسرات. يعني في الطبيصلات، باش هادشي البنات كنوجدو انا في الصباح، يعني غير بلا غادي نوجدو وغادي نغطيه ببابي سيلوفان. اي حاجه اي طبسيل قديتو غادي نغطيه ببابي سيلوفان يعني حتى العشيه ان شاء الله عاد غادي نقدمو. غير هنايا كنحيد عليا داك الحاجه اللي غادي تشد ليا الوقت، كنسبقها في الصباح. وهادشي اللي كاين. من بعد ما قديت الفاكهه هنا غادي ندوز باش غادي نقاد التميرات والمشماش في الكويغطات ديال، يعني هادشي كاضافه وصافي. اللي بغات تبقى دير بحال الطريقه هذه استعملها لانها فعلا كتجي راقيه وزوينه في الحطه ديالها. هنا كنت خديت مشماشه ودرت فوسط، يعني درت خديت مشيميشه ودرت فوق منها كركاعه، وكذلك التمر يعني كنت مسحته بالزهر، ماء الزهر وصافي. وكنت حليته شي شويه يعني من الجنب ديال التميره، ودرت له هو كذلك كريكيعه. كيجي الصراحه راقي وزوينه هاد الحطه هادي. هنا كنت خديت داك الكويغطات، نتوما باي شكل عندكم ديروا، متوفر في اللوينات او الشكل اللي بغيتوه في الكويغطات. انا كان عندي هذا في الدار، يعني هذا الشكل هذا مدور كان عندي في البيض، صافي استعملته. هادشي اللي كاين، ما واخا ولو هي اصلا بسيطه، هادشي هذا بسيط ولكن كيجي راقي وزوين في الحطه ديالو. صافي هادشي اللي كاين. هكا غادي نبقى مكمله السيري كامل.
من بعد ما كملت انايا هنا درت كنعمر الطويجنات ديال البخور. الطويجن الاول درت فيه الورد البلدي، والطاجين الثاني كنعمرو بسرغينه. ما يمكنش نقولوا عاشوره وما كايناش سرغينه، واحد الريحه اللي كتعطيها زوينه، وسرغينه الفاسيه مسقيه على حقها وطريقها. هنا كذلك كنت وجدت من قبل الفقيقسات الصغار هادو مالحين. كنت وجدتهم من قبل، غير ما كفانيش الوقت نصور معكم فيديو عليهم وصافي. كيجيو بساطين وهشاشين ومكرملين. هنا كنت صابت هاد الفقيقسات هادو مالحين انايا. وكذلك درت الفقاس الكبير يعني ديال البلدي. من بعد ما كملت هنايا داك الفاكهه وغطيتها، حيت داك الشيء راني كنت وجدته في الصباح يعني بكري باش يدركني الوقت، حيت غادي تجي عندنا الاخت ديالي وغادي نجلسوا يعني نحتفلوا بهاد الاجواء هذه، ومع مع الاطفال ديال الاخت ديالي، ونضحكوا شويه ونشطوا. المهم هنايا كنت درت كسكسو بالتفايه. هادشي للعشاء البنات، كنت وجدته للعشاء. صافي. كنت درت هنايا اللحم بالتفايه، يعني كسكسو باللحم والتفايه. كاين اللي دار القديد، كاين كل واحد كيفاش كيدير. حنا ما كناكلوش بزاف، يعني ما كناكلوش حنايا في الدار ديالنا القديد بكسكسو. كناكلو ولكن ما عندناش عزيز واحد النسبه اللي كبيره. حنا عندنا الدار ديالنا كيحماقوا على كسكسو. اللي ملي تقولي لهم كسكسو كيقول لك كسكسو بالتفايه. هادشي اللي كاين بالنسبه للطريقه ديال هذا الكسكس هذا ولا كسكسو. يعني راه كنسبق لي ونزلته في القناه. دابا نخلي لكم الرابط ديالو باش تعرفوا الطريقه بالتفصيل. راه كيجي بنين 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 بطريقه اللي رائعه وزوينه. ان شاء الله غادي تعجبكم. دابا نخلي لكم الرابط. صافي. هنا من بعد ما زينت الكسكسو ديالنا، هنا كنت درت ديك الساقيه ديال التفايه ودرت عليها ديال شويه ديال اللوز مقلي، وكذلك درت المشماش بالقرقاع مزوق يعني في فوق التفايه. وهذا هو العشاء ديالنا. صافي. هادشي ديال الطبيله المائده ديالنا. كذلك كنقدموه مع اللبينه. حنا ما يمكنش عندنا فاس، ما يمكنش حنا فاس ناكلوا له كسكسو وما نشربوش معاه اللبن. ضروري ضروري كسكسو يكون معاه، كنرافقوا معاه البينه. يا ليلى وصلت على نبي، يا ليلى وصلت على نبي، اذكر الله وانت ماشي. يا ليلى وصلت على نبي، ولا تلهيك الصلاة. يا ليلى وصلت على نبي، باش تحيي القلب الرشيد. يا ليلى وصلت على نبي، وبذكري الجلالات. يا ليلى وصلت على نبي، نجمود ونساه. يا ليلى وصلت على نبي، على طرس يدي. يا ليلى وصلت على نبي، قالوا لي في الشوارع. يا ليلى وصلت على نبي، ومولاي علي بالرشاد. يا ليلى وصلت على نبي، يوم الحد خرج بالسراب نادي. يوم الحد خرج بالسراب نادي، واللي يلقاني يزاودني بهنية. ربي يلقاني يزاودني بهنية. من بعد ما تحشينا كملنا سالينا. هنا دزت حطيت المائده ديالي ديال عاشوره باش نضحكوا ونشطوا شويه مع الوليدات وكل شيء. هنا كذلك شعلت البخور، يعني درت سرغينه. وهذه هي المائده ديال طبيله البخور ديالنا. درت كذلك حتى شويه د الحليب والتميرات، يعني زينتهم. اللي بغى يعني يشرب هكا حليبه مع تميره كتجي هائله. بالنسبه لك المجمر انا معزيزه ليا نعاون الصناعه التقليديه. فعلا الانسان اللي كيكون كيدير داك المجهود مسكين بنفسه وكيدير داك الصناعه التقليديه ديالو بيدو مسكين، ماشي عيب لا عاونا وساهمنا معاه حتى حنايا ولا بغى بالقليل.
هادشي اللي كاين. انا داكشي علاش خديت داك المجمر الصغيور اللي كنبخر به، رغم انني عندي عده مبخرات يعني زوينين بزاف، ولكن انا كتعجبني هذاك المجمر الصغيور باش كنعاونوا الصانع المغربي ديالنا، وكنبينوا الصناعه التقليديه ديالو. وهادشي اللي كاين. بالنسبه للزين ديال هذا الكيك هذا، كنت زوقته يعني دهنته بالكونفيتور ديال المشماش، ودرت له اللوز مهرمش، وكذلك الورد البلدي. انا من عشاق الورد البلدي في التزيين ديال اي حاجه، يعني في اي وصفات كيعجبني ندخل الورد البلدي. الصراحه كيجي هشيش وبنين. غير جربوه بالطريقه اللي جيت سهله مبسطه بالنسبه لهذا الكيك اليومي، غيبقى دائما معتمد عندك في الدار. ومن هنا غادي نقول لكم السلام عليكم، وكنتمنى لكم دائما ايام سعيده وجميله ان شاء الله. الى اللقاء، نتلاقى في فيديوهات جديده. وما تنساوش اختكم واحد اللايك قبل ما نشد معكم الفيديو. ما تنساوش اختكم واحد اللايك، واحد التعليق اللي كتعبر على الاخلاق ديالكم الطيبه. شكرا لكم بزاف بزاف، والى اللقاء. دمتم في رعايه الله وحفظه.